حكايتنا النهاردة عن الفنان عامر منيب. تعالوا نشوف الحكاية ايه. عامر محمد بديع منيب اتولد في منطقة الدقي سنة 1963. عنده 3 بنات، مريم وزينة ونور. عاش مع جدته الفنانة الراحلة ماري منيب بمنطقة شبرا، هو وأخواته جمال وأميرة وأمينة. عامر منيب عاش طفولته في مسرح نجيب الريحاني لمشاهدة أعمال الفنانة ماري منيب وزملائها من الفنانين. اتعلق بالمسرح لدرجة كبيرة بجانب حبه الشديد للغناء. وبعد وفاة الفنانة ماري منيب سنة 1969 كمل دراسته اللي كان متفوق فيها، وتخرج من كلية تجارة جامعة عين شمس بتقدير جيد جدا، وأصبح معيدا، وكان على وشك إكمال الدكتوراه، بس كان حريص على تحقيق حلمه. لعبت الصدفة دور كبير في حياة الفنان عامر. ففي شهر رمضان سنة 1987 حصل عامر على عقد عمل في جامعة بأستراليا بجانب دراسته الدكتوراه، فذهب مع أصدقاء إلى فندق عشان يتسحروا ويودعهم قبل السفر. بالصدفة كان موجود عدد كبير من الفنانين، محمود ياسين وشهيرة، نور الشريف وبوسي، فاروق الفيشاوي، والموسيقار حلمي بكر. انتهز الفرصة وغنى عامر أغنية للراحل محمد عبد الوهاب، لفت نظر الموجودين بما فيهم الفنانين. بدأوا يتكلموا معاه وكمل معاهم السهرة، وكانت المفاجأة الكبيرة لما اكتشفوا إنه حفيد الراحلة ماري منيب. شجعوا الموسيقار حلمي بكر أن يدرس الغنى، وفعلا صرف نظر عن فكرة السفر وقطع تذكرة السفر، واتدرب على إيد الأستاذ عاطف عبد الحميد، فتعلم المقامات الموسيقية والعزف على العود، وبدأ بغناء أجمل أغاني محمد عبد الوهاب. وفي الفنادق الكبيرة حقق شهرة واسعة. بدأ في تحضير ألبوم خاص بيه، كان عنده مشكلة هيصرف على الألبوم منين، فباع عربيته واستلف من أصحابه. قعد فترة يشتغل لغاية لما قدم أول ألبوم باسم لمحي ليحقق شهرة واسعة ونجاح كبير. من بعد هذا الألبوم انهالت عليه العروض من شركات الإنتاج، وأصدر العديد من الألبومات أشهرها أيام وليالي وفاكر. ومن الطبيعي بعد هذا النجاح أن تلتفت إليه أنظار المنتجين والمخرجين الأفلام. قدم فيلم سحر العيون ونجح نجاح كبير، وكيمو أنتيمو مع الفنان عمرو عبد العزيز، والغواص مع داليا البحيري. في اللي نجح وفي اللي محققش نجاح. أصيب الفنان عامر بالسرطان القولون، وبعد 2 من المعاناة أصيب بهبوط في الدورة الدموية بسبب كثرة المسكنات اللي كان يتناولها، ليدخل في غيبوبة شبه كاملة. وتم استئصال جزء من القولون في ألمانيا، ليمضي أيامه الأخيرة في غرفة بالعناية المركزة في مستشفى دار الفؤاد. أصيب بهبوط شديد حتى انتقل عن عالمنا سنة 2011 عن عمر يناهز 48 عام، ودفن مع ماري منيب. والغريب إن لا زوجته ولا بناته حضروا الدفنة، قالوا إنهم كانوا في حالة نفسية سيئة. هو صاحب فكرة برنامج ضوء النجاة، وقدم جزء كبير من أمواله الأعمال الخيرية. وبعد وفاة عامر حدثت ضجة كبيرة حول وصيته اللي كتب فيها منع أمينة أخته من التواجد في الجنازة أو حضور مراسم العزاء إلا بعد أن تعود لصوابها، وتطلب السماح من الله عز وجل بعد أن تعلن توبتها لله، وترد الملايين اللي استولت عليها من ضحاياها في دبي ومصر، وأن تبرئ ذمتها خالصة لوجه الله. رحم الله الإنسان الخلوق عامر منيب. ما تنسوناش في اللايك والكومنت، ولو عجبكم الفيديو فعلوا زر الجرس.